اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. كتير بعتوا يسالوني في التعليقات ايه يا اميره نوع الصابون اللي انت بتستخدميه او بتفضليه. هو اللي انتوا شايفينه ده انا لسه عاملاه دلوقتي حالا او هعمله معاكم دلوقتي. ولكن الاهم من اني اوريكم الصابون ده بيتعمل ازاي، هو طبعا مفيش اسهل منه، ما بياخدش 10 دقايق. ولكن الفكرة من الفيديو بتاع النهاردة ان احنا نعرف ازاي الصابون بتاعنا امن او غير امن. ولو حسينا ان هو غير امن على البشرة ازاي نحوله لصابون مفيش منه اي ضرر ولا خطورة على بشرتنا واحنا بنستخدمه. لو اول مرة بتشوفوني، معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. ده الصابون الصلب اللي احنا عملناه مع بعض في القناة، واخر فيديو عملنا مع بعض طريقة مبسطة جدا للصابون الصلب ده، وكان عبارة عن المية والصودا الكاوية والزيت المستعمل، واشتغلنا بكوباية واحدة بس. دلوقتي الصابون ده انا عاملاه بقاله فتره، الحقيقه طبعا مش متذكره بالظبط بقاله قد ايه، ولكن طالما بينزل معاكي بودر كده وانتي بتبشريه اعرفي ان هو عدى عليه مثلا مش اقل من 15 20 يوم. انا النهارده هستعمل صابونتين، ودايما بقول لكم في كل الفيديوهات مفيش داعي ان احنا نعمل كميه كبيره، طالما بنعرف نعمله في البيت نعمل كميه بسيطه. علشان احنا ما بنستخدمش مواد حافظه. هنلاقي بعد كده بقى ان هو لونه بدأ يتغير وريحته بدأت تتغير وبدأ ان هو ينشف، فما فيش داعي ان احنا نكتر الكمية. الصابونة الاولانية كانت بقالها فترة فعشان كده نزلت معايا بودر. الصابونة التانية اللي انا بشرتها دي انا اشتغلت بصابونتين بس النهاردة. كانت اجدد منها شوية لان هي نزلت زي الخيوط كده. هحتاج كوباية من المية المغلية، لازم تكون مغلية علشان تسهل معايا ان الصابون يبوش. هو كده كده طالما بودر مش هياخد معانا وقت طويل في ان احنا نبوشه. مفيش داعي ان احنا نقطعه بالسكينة عشان هياخد وقت شوية معانا. مفيش داعي ان احنا ناخده على النار لان هو اصلا كده كده يعني زي ما انتوا شايفين عبارة عن بودرة. اول ما هيجي عليه مية هيبوش معايا بسهولة. انا هنا ما فصلتش الكاميرا ووريتكم ان انا حطيت كوباية مية مغلية وبدأ يبوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا وقت ولا مجهود ولا اي صعوبة خالص. برضو كانوا كتير بيسألوني في التعليقات هل ينفع نعمله بالصابون الجاهز اللي احنا بنشتري من عند بتاع المنظفات. اه ينفع، بس مش هيديكي الجمال ولا النظافة بالشكل اللي احنا بنعمله في البيت. بصوا باش معايا خالص اهو، ما اخدش يعني، انا ما بفصلش الكاميرا عشان اوريكم ان الموضوع ما بياخدش اكتر من 5 دقايق. الاول نزلت بكوبايه واحده من الميه المغليه بس علشان يبوش معايا، وبعد كده هنزل بلتر ونص من الميه العاديه اللي هي من الحنفيه. يعني اللتر ونص دول عايزاكي تنزلي بيهم تدريجيا علشان ما نبصش نلاقي الميه كترت جدا جدا وبقى خفيف ومش عارفين نتصرف فيه ازاي. فانا دلوقتي نزلت باول لتر وهبدا ان انا اقلب. هو لسه محتفظ بقوامه التقيل اهو علشان احنا محطناش اكتر من لتر واحد. يبقى احنا كده حطينا لتر ميه عاديه وكوبايه ميه مغليه. هبدأ اقلب لحد ما اتأكد ان الصابون خلاص باش معايا ومفيش اي اثر ليه. دلوقتي انا هنزل بالنص اللتر التاني وهفضل اقلب. عايزه اقولك على حاجه، القوام بتاع الصابون ده وده دايما انا بقولك في الفيديوهات بتاعك انتي، يعني عايزاه تقيل على فكره. هو الصابون ده لان انا حاطه لتر ونص وكوبايه يعني لترين الا، هتشوفي قوامه معايا في الاخر تقيل ازاي. حابه تخففي دي بقى حاجه ترجع لك انتي، هتحطي مثلا 2 لتر. بصوا خلاص مفيش اي اثر للصابون خالص من غير ما ناخده على النار ولا نبذل اي مجهود ولا ناخد وقت. دلوقتي هجيب كوبايه وهنزل فيها بمعلقه كبيره من الملح. لازمه الملح معايا انه بيطهر الصابون وبيدي لزوجه ويدي شفافيه عاليه للصابون. دايما بنقول ان الملح ليه فوائد كتير، ولكن من ضمن اضراره انه بيفصل الرغوه لو كتر معانا. الملح تستخدميه بحساب لانه من اسباب ضعف رغوة الصابون. الملح، الخل، الجليسرين، الصابون البودر او المسحوق البودر، يعني حاجات معينة كده بتضعف رغوة الصابون، فما فيش داعي ان احنا نكتر منه. بصوا هنا في اقل من 10 ثواني اول ما نزلت بكوباية المية اللي عليها معلقة الملح، بصوا القوام اختلف معايا 180 درجة. تقل معايا ازاي؟ وده بسبب محلول الملح. قبل كده عملنا نفس الطريقة ولكن حطينا معلقة من الكربونات، ولكن انا النهاردة عملته بمكون مختلف وهو الملح. فالطريقة واحدة ان انتي بتبقوش الصابون تحطي بقى معلقة كربونات وتمام، معلقة ملح تمام، معلقة سكر تمام. انا النهاردة ما حطيتش سكر. ايه بديل بقى السكر او ليه ما حطيتش سكر؟ لاني انا حطيت دلوقتي معلقة كبيرة من الجليسرين وحطيت العشق العشق اللي هو ايه؟ اللي هو الوان المايكا. طبعا انتي علشان تعمليه في البيت ليكي انتي او لاستخدامك الشخصي مفيش داعي ان انتي تكلفي نفسك. هي على فكره الوان المايكا مش غاليه، كتير بيسالوني عليها. انا بجيبها من محل فلوباتير في ميدان باب الشعريه.
وبحطها علشان بس الشكل الجمالي، ولكن هي مفيش منها اي فايدة خالص يعني، ولا بتكتر رغوة ولا بتدي لزوجة ولا بتغير في القوام، هي مجرد شكل ومنظر بس. بجيب التمن كيلو، كيس بيديني كيس كده فيه تمن كيلو سعره 30 جنيه. انت بالنسبة لك بقى علشان تعمليها في البيت مفيش اي داعي ان انت تستخدميه. تنفع الالوان الغذائيه بتاعه الطعام؟ ايوه تنفع، مفيش مشكله، بس انا بقولك ان انا بحطها علشان التصوير وعشان انا بحبها. بديل بتاعها ممكن تحطي الاي شادو عندك لو اتكسر، ممكن تاخدي كده منه حبه وتحطي على الصابون لو انت حابه تلونيه. زي ما قلت لك لو لاستخدامك انت في البيت مفيش اي مشكله. هنا حسيت ان الكميه اللي انا حطيتها من الالوان كانت بسيطه فزودتها شويه. بيدي شكل حلو قوي قوي للصابون، وبصراحه بيبقى شكله على الحوض كده في الازازه، التصديفه مع اللمعان مع اللون، بصراحه بيدوني شكل حلو قوي قوي كده يعني، بجد والله بيبقى شكله يفرح. زي ما انتوا شايفين هو قوامه هنا تقيل شويه. زودته شويه ميه القوام بتاعك. دي حاجه ترجع لك انتي، بس انا الصراحه ما بحبش الصابون الخفيف. الصابون ده انا باخده يعني باخد منه معلقتين 3 كده وبحطهم في علبه الميه، برضو ما بكترش علشان خاطر آه، غلط ان انت تسيبي العلبه فيها الصابون وفيها الليفه وخلاص بقى خلصتي يومك ويباتوا بالمنظر ده، بيديكي مجال اكتر لان البكتيريا تنمو على سطح العلبه دي. فانا بحط حبه كده على قد الاستخدام، وبمجرد ما بخلص المواعين بشطف الليفه وبغسل العلبه وبركنها، ولما باجي اغسل مواعين تاني بحط الكميه اللي انا محتاجاها بس. نظام العلبة اللي مليانة مية وصابون والكلام ده صدقوني لا منظر حلو ولا فيها اي امان. طب يلا بقى بما اننا بنتكلم عن الامان نشوف هل الصابون ده يا اميرة امن؟ احنا ما شاء الله شايفينه شكله حلو ولونه حلو وقوامه حلو، بس هل يا ترى امن؟ احنا كلنا عارفين ان درجة الامان بتاعة الصابون، هي الصابون السائل بتاع المواعين يعني بتبقى 7، البرسيل جل وشامبو السجاد والحاجات دي بتبقى على 9، الالوان اللي تحت دي 11 و12 و14 والكلام ده. هو مفيش 11 على فكرة، هو 10 و12 و14. طبعا ده غير آمن على البشرة. بمعنى ايه غير آمن؟ هيأذيني؟ لا مش هيأذيني، بس هيخلي بشرتي فيها شيء كده من الحساسية. بصوا هنا تقريبا على 10 هوريكم، يعني طالما ادانا اللون الغامق لا يبقى مش آمن، هو ما بين 10 وما بين 12. فطبعا ده كده مش هيكون يعني على بشرتي ناعم كده ويحافظ على البشرة بحيث ان هي ما تشققش، ما تبقاش مثلا فيها خشونة. لو انا عندي حساسية في الجلد مثلا هتزودها. فانا بعمل ايه؟ الليفة هي ما فيهاش اي صابون، العلبة اللي انا بقى بشتغل فيها او هغسل فيها المواعين بحط فيها المية وهاخد معلقتين 3 كده من الصابون. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بحاول انزل البي اتش بتاع الصابون ده شوية. ممكن يكون سبب ان هو عالي ان احنا الصابون اللي احنا بشرناها او استخدمناها ما يكونش عدى عليها فترة 40 يوم، ولكن في كل الاحوال احنا هنظبط دلوقتي الموضوع ده. الحاجات اللي بتنزل البي اتش بتاع الصابون، اول حاجة الخل، تاني حاجة ملح الليمون، تالت حاجة ان انت تركنيه بقى مثلا اسبوع كده او 10 ايام، هتبصي تلاقي البي اتش نزلت لو قستيها. انا دلوقتي هجيب الخل وهنزل بغطا او غطا ونص كده مش كتير، لان برضو زي ما قلت لكم الخل من الحاجات اللي بتفصل رغوه الصابون. انا خدت غطا واحد بس دلوقتي. طب الغطا ده مش هيفصل رغوه الصابون؟ لا هو مش هيعمل اي حاجه، بدليل ان انا هوريكم اهو مفيش اي مشاكل خالص. دلوقتي هنقيس بقى درجه الامان بتاعه الصابون بعد ما حطينا الغطا من الخل ده، وهنشوف ايه الاخبار، يعني اتظبط معانا شويه ولا لسه. كان ممكن تجيبوا كوباية من المية وتدوبوا فيها معلقة كبيرة من ملح الليمون وتنزلوا على الصابون، برضو كان البي اتش هينزل شوية، ولكن انا استسهلت الخل. ما ينفعش تقيسي البي اتش من على الرغوة بتديكي نتيجة وهمية، يعني الدرجة اللي هتطلع لك من قياس الرغوة دي مش هتبقى هي الدرجة المظبوطة. بتاخدي من المية نفسها. بصوا اول ما حطينا الغطا واحد من الخل بصوا البي اتش نزل ازاي، والرغوه زي ما هي ما اتاثرتش. فكل اللي طالباه انك تحطي غطا صغير من الخل على الميه بصابون اللي انت بتستخدميها. سؤال بيجيني كتير جدا، هل ينفع نحطه في الغساله؟ يعني ينفع ناخد مثلا ربع كوبايه او نص كوبايه ونحطها في الغساله غسيل الملابس؟ يعني الحقيقه لو استخدمتيه بنفس الطريقه كده مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. فالافضل ان انت لو عايزه تستخدميه للغسيل طبعا مش هتنزلي البي اتش بتاعه ولا حاجه، هيبقى على 10 او 12 زي ما احنا شفنا كده. هو كان على 10
ان انتي تجيبي كيسين من البرسيل جل وهتخلطيهم بالصابون اللي احنا عاملينه ده، وممكن تحطي ربع كوبايه من الكلوريكس الالوان، وفي الحاله دي تقدري تستخدميه للغسيل عادي جدا، هيديكي نتيجه قويه وفعاله. لكن علشان تجيبي صابون انتي بشراه وحط عليه معلقه ملح وتحطيه في الغساله وتنتظري ان هو يطلع الهدوم زي الفل وما فيهاش اي بقع، طبعا احنا كده يعني بنضحك على نفسنا يعني. فهو ده كصابون سائل للمواعين حلو جدا، وده كان شكله تاني يوم. التصديفة فيه بانت اكتر والقوام تقل نوعا ما معايا. انا خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم.